طبعًا كلنا المصريين غاويين الحواوشي بالذات لمّا بيتعمل بطريقة كويسة، وإحنا النهارده في الفيديو بتاعنا هنعمله بطريقة كويسة، طريقة هتكون سهلة وبسيطة علينا نقدر نعمله في البيت. ولكن قبل ما نبدأ الفيديو اللي مش عندي على القناة ينزل يعمل اشتراك ولايك عشان يوصل له كل جديد. الحواوشي ده هيطلع معانا طري جدًا، طعمه لذيذ من العجينة بتاعته بس لوحدها والله تتاكل لوحدها كفاية، العجينة لوحدها من غير حشو كفاية. هنحتاج معانا 4 كوبايات من الدقيق. طبعًا الوصفة بتاعتي دي هتاخد معايا كوبايتين من الدقيق، أنا هنحكي على الوصفة بتاعتنا عشان اللي هيعمل الوصفة. كوبايتين من الدقيق وعليهم معلقة من السكر كبيرة، وعليهم رشة ملح، وعليهم نص باكو خميرة. أنا هاحط باكو الخميرة دي لأن أنا عامل إيه، كمية كبيرة من الحواوشي، لكن أنا هاتكلم على اللي أنا هاطلعه في الفيديو. هنحتاج على كوبايتين من الخميرة، كوبايتين من الدقيق آسف، هنحتاج عليهم معلقة واحدة من الحليب الدافي. هنعجن ده كله مع بعضه كويس. أهم حاجة مدة العجن ما تعديش ال7 دقايق. وهنا بعد ما عجناه شايفين شكله عامل ازاي، احنا هنحاول نديله تقريصة كده نشوفه شكله عامل ازاي والملمس بتاعه تقويرة. طيب كده كوره بس عشان نشوف الملمس بتاعه. كده خلاص ضمنا ان العجينة بتاعتي هتطلع حاجة تحفة طرية، وفي نفس الوقت شكلها والملمس بتاعها زي الملمس بتاع الطفل الصغير. شايفين بعد ما غطينا عليها وخمرناها يكشف الاسترتش. بصوا بقى على شكل العجين، ركزوا في شكل العجين عامل ازاي، نفس ملمس الطفل الصغير بالظبط، ناعمة حرير. هنا طبعا خدت الكمية اللي هي كوبايتين من الدقيق، كوباية من الحليب الدافي. الكمية دي هقرصها هتطلع معايا حوالي 8 قطع. 8 قطع حواوشي، وقطع كبيرة مش قطع صغيرة، يعني هتطلع معايا رغيف حواوشي كبير. وهنا هنحطهم في طاسة أو في أي حاجة على جنب تقريبا ربع ساعة، تلت ساعة، نص ساعة، انتوا براحتكم، بس المدة ما تزيدش عن نص ساعة يرتاحوا على بال ما نجهز الحشو بتاعي اللي هو بحتاج معايا 200 جرام من اللحمة المفرومة، وعليهم 3 بصلات منزوعين من المية، وعليهم ملح، معلقة من الملح ومعلقة من الفلفل الأبيض ونص معلقة كمون ونص معلقة كزبرة وربع معلقة من القرفة، وهنحط عليهم قرنين فلفل حار اللي بيحب الحار. قلب ده كله مع بعض كويس. أهم حاجة كله يتقلب كويس، وأهم حاجة في القصة ديت قصة الحشو إن البصل يكون منزوع المية بحيث إن هو ما يبهدلش معايا العجين بتاعي، يعني العجين بتاعي ما يبوش مني وأنا شغال فيه، ما يبقاش كله مية أجي أفرده ألاقيه كله فتح مني. هنا العجين بتاعي بعد ما قرصته وارتاح معايا تقريبا حوالي نص ساعة هبدأ أفرده فردة صغيرة كده، وبعد كده إيه، طبعا الحشو اللي عندي كورته 8 كور على قد الكور بتاعة العجين، وهنا كل كورة هكورها وأبدأ أفرد فيها. الطريقة دي في الحواوشي الاسكندراني أحسن من الطريقة التانية، والطريقة التانية اللي هي إيه، اللي هي الكورة من ديت بيعملوها كورتين ويفرد الكورة يحط فيها العجين، وبعد ما يفرد فيها العجين يقوم جاي فارد عليها الكورة التانية. لا دي قصة طويلة، لا احنا كده بنعمل ايه، بنفرد جزء صغير بس كده اللي احنا مقرصينه ونحط فيه حتة اللحمة الحشو اللي احنا هنحشيه، وبعد كده نقوم جاي مقفلينها ونبدأ نفردها كأننا بنفرد ايه، عيش عادي. هنا بعد ما نفردها بالسمك المعقول اللي هو المظبوط، ما تبقاش رقيقة قوي، لأن لو بقت رقيقة قوي هتنشف مني، هتطلع ناشفة مني في الفرن، ولو بقت سميكة هتطلع مني ايه، معجنة. فاحنا نحاول بقدر الإمكان اللي هو السمك المعقول، اللي هو السمك بتاع العيش اللي احنا بنشوفه بنشتريه من المحلات. وهنا طبعا أول ما تخش الفرن وتيجي وتطلع من الفرن هتيجي تبص تلاقي السمك بتاعها كبر معايا. ليه؟ لأن أنا لسه هريحها بعد ما افردها، هحطها في طاسة مدهونة زيت وهريحها شوية تقريبا ربع ساعة لغاية لما الفرن بتاعي يسخن. يعني أنا مش هولع الفرن بتاعي غير لما أخلص فرد خالص. وهنا هحتاج معايا بيضة وعليهم 3 معالق من الحليب، وهدوب ده كله مع بعضه كويس، هخلط ده كله في بعضه، وبعد كده فرشة وأجيب معايا الحواوشي بتاعي اللي أنا دهنت زيت في طاسات ووزعته، هفرد عليه البيض بالحليب واحط عليه سمسم، اللي حابب بقى يحط سمسم، حابب يحط حب البركة، مش حابب يحط خالص، واللي طبعا مش عايز يدهن ببيض ممكن ما يدهنش خالص. لكن انا هعمل كده ليه، لان انا مش هشويه مثلا في فرن وهفضل اقلب فيه ويبقى فيه زيوت كتير. لا الحواوشي ده مش مليان زيوت ولا حاجة. شايفين شكله ما شاء الله، شايفين طري بقى، يعني حاجة ايه، حاجة تتاكل كده. يعني هو العجين لوحده او العيش الحواوشي لوحده من غير الحشو اللي جواه تحفة.
طعمه كده يعني في حتّة تانية خالص بصراحة يعني، هتجرّبوها هيعجبكم جدًا، ما شاء الله.